انت تشبه بالسباق وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة تابعنا على القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، لايك للفيديو. هنتكلم النهاردة عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وتحقيق الأهلي الفوز قبل مباراة الوداد المغربي نهائي أفريقيا. كلنا توقعنا اللي هو هينزل بالتشكيل الأساسي عشان ده آخر تجربة له. عالم كانت خايفة من الإصابات، وعالم احنا قلنا كل كولر باللعيبة بالجهاز الفني كله كان مركز على المباراة النهائية، كله بيفكر في المباراة النهائية. انت فزت النهارده على سيراميكا بهدف بس تضييع الفرص الزيادة شكلها وحش. تضييع الفرص هي نظام وحش. كهربا لازم يركز، بيرسيتاو لازم يركز، لازم كل اللعيبه تركز في المباريات الجايه. هو وفوز في الدوري، خليك بتصدر فوز ورا فوز في الدوري، خلاص بتحسم الدوري بدري. قدامك المؤجلات بتاعتك تكسبها، خلاص مبروك عليك الدوري. انا بتكلم الماتش خدناه على جزئيات الاستحواذ، التحركات اللعيبه، كل حاجه، بس كل اللعيبه مركزه في المباراه الوداد النهائي. وكولر نفس النظام، عشان كده طلع الشكل اللي حصل النهارده. الاداء ما كانش هو احسن حاجه زي المباريات اللي فاتت، مش هو احسن حاجه، بس هو بتعرف تكسب. واحنا قلنا الكلام ده، بتعرف تكسب، توصل للمراحل، توصل لجون كتير. احنا عايزين التركيز. ومباراة الوداد هي بتتلعب على جزئيات اللي انت بتفكر فيها. انت خلصت ماتش طلائع الجيش اللي فات وسيراميكا، خلاص ده كانت اخر تجربة لك. انت كنت عايز تجرب جزئيات. النهارده كولر لازم يعنف اللعيبه، في المؤتمر الصحفي جاب جزئيه كده. انا نفسي بقى ياكدها بكره وبعده لحد قبل المباراه، يفضل يدوس على اللعيبه. النهارده بدأ بالتشكيل: مصطفى شوبير، محمد هاني، متولي، عبد المنعم، معلول، ديانج، حمدي فتحي، ديانج، عمرو السولية، مروان عطية، قدام بيرسيتا وحسين الشحات، كهربا. واحد هيقول لي مين اللي ما بسطكش؟ لا، انا في الماتش ده اللعيبه كلها 10/10. ليه؟ عرفت تكسب، عرفت تعدي. المستوى ما كانش احسن حاجه، في تضييع فرص كتير، في لعيبه لازم يبقى رجلها في الملعب لحد نهايه الموسم. في غلطات عند متولي لازم يركز عليها، ولازم يلعب الكره السهله، ما يصعبش الامور على نفسه. لازم كهربا يركز، لازم بيرسيتاو يركز، عمرو السولية الميز باظ كتير، حسين الشحات وعلي معلول جابها 10/10. بس علي معلول مش من النوع اللي هو بيريح، من النوع اللي انت تديله من الثواب بتزيد. يقع ماتش بس بيزيد بعد كده، لازم يبقى رجله في الملعب. بيجي من بعد راحة بيبقى عنده مشاكل. عبد المنعم التهور اللي عنده
ولازم التركيز. وهو كولر لازم يعنفه، لازم يعنفه، ولازم يعرفه اللي احنا بنلعبه لمصلحة الفرقة، مش عايزين حد يتطرد مننا. وهيحاولوا فريق الوداد هيحاول اللي هو ينرفز اكبر عدد مننا اللي واخدين انذارات. عشان كده لازم اللعيبه كلها تركز، لازم اللعيبه كلها تركيز. ماتش سيراميكا النهارده اختبار حلو، اختبار حلو عشان فكر حلم طولان. حلم طولان هو بيلعب زون ديفنس، بيلعب كله تحت الكوره، مش مديك فرصه. انت خلقت 4-5 فرص، بس لازم ال4-5 فرص تأكيد، منهم 2 تأكيد، اقل حاجه 2 تأكيد. انت ما عملتش كده، انت فرص ورا فرص ورا فرص. دي مشاكل ودي مشكله عندك. لازم كولر يركز مع اللعيبه في الفتره دي. عندك النهارده الاثنين يعتبر خلص، هيبقى عندك الثلاث، اربع، خميس، جمعه، سبت. 3 4 خميس جمعه سبت، 5 ايام. ال5 ايام لازم كل لعيب الاخطاء المتكرره منه تصلح. واحد هيقول لي من وجهه نظرك نجم المباراه مين؟ نجم المباراه هم 3: مروان عطيه، ديانج. نجم المباراه من وجهه نظري انا مصطفى شوبير صد كام كورتين كانوا غيروا مجرى المباراه، كانوا يدخلوك في حزبة مرمى. في ايه اللي انت تلعب تحت ضغط، اللي انت اللعيبه تدوس على نفسها؟ لا، هو الكوره اللي جات له اتعامل معاه صح، تحركاته صح، مفيش جلج على حراسه مرمى الاهلي، وبيلعب برجله كويس. مروان عطيه احنا شدنا بيه كل مباراه، بنشيده مروان عطيه جامد. الفترة الأخيرة ال3 مباريات الأخر، ال3 مباريات أو ال4 مباريات الأخر، ديانج مستواه بدأ يعلى، بدأ على الفورمة اللي كان عليه. ولازم يفضل كده، ديانج بيقطع كرة صح، بيروح بيكمل. لازم الجهاز المعاون ماشي بتاع التقييمات لازم يركز مع ديانج في تخليص الكورة، فكرة تخليص الكورة زي حمدي فتحي، عشان مباراة الوداد دي بروفة على التكتل. ده كانت بروفة سيراميكا، والفوز على سيراميكا بهدف ده يبين لك التكتل اللي ممكن الوداد يعمله قدامك. وهم لعيبه فيهم لعيبه كوره، ممكن يطلعوا بالهجمه المرتده صح، هيعمل لك مشكله. لازم التفكير كل الجهاز الفني خلاص بقى، انت هتفكر في النهائي، لازم اصلح الاخطاء، ابدا اعتمد اللي انا تصليح الاخطاء في الهجوم، خط النص، الدفاع، عشان انت مش حامل الغلطه. ماشي، في مباراه بهدف ممكن هنا تغلب 1-0 وتروح هناك تتعادل، خدت البطوله. بس اهم حاجه التركيز من كل اللعيبه والجهاز الفني. تصحيح الاخطاء. انت بتحرك الكرة من تحت لفوق من نص ملعبك كويس، بس في اخطاء. اللي عرفني النهارده اللي كان الجهاز الفني ما كانش مركز في المباراة، كان مركز في النهائي. قفشه سخن وغير لبسه وكان المفروض ينزل،
نسى، المدرب نسى او مش مركز. واحد هيقول لي لا مش مركز عشان الاداء، لا هو مش مركزين. وكان عنده تغييرتين، هو غير 2 بغير 2 كان فاضل له 1، كان فاضل له 3، كان ممكن يريح محمد هاني، يريح علي معلول، يريح. هو روخر ما كانش مركز. اهم حاجه اللي انت فزت في الدوري عشان تخش بمعنويات مرتفعه اللي انت متصدر الدوري، وبقيت الفتره بقى الجايه ماشي. الفتره الجايه تصحيح الاخطاء والدعم، وكل الدعم وكل اللعيبه والجهاز الفني. نهائي بيتلعب على جزئيات، لازم كل اللعيبه تركز، لازم الجهاز الفني تحديد الشكل والفكر، عشان عندك المباراة هنا لازم تخلص، لازم مباراة القاهرة تخلص عشان ما تخشش في مشاكل تاني. ألف مبروك لكل جمهور الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا. شكرا للعيبة، شكرا للجهاز الفني، شكرا لكل عناصر اللعبة، شكرا للجمهور. وإن شاء الله لازم على مجلس إدارة الأهلي تسريع الخطابات لوزارة الداخلية ووزير الشباب والرياضة، دعم الأهلي ودخول المدرجات استاد القاهرة كاملة، دعم للنادي الأهلي في النهاية. ولازم يبقى مصر كلها دعم النادي الأهلي في مباراة النهاية. ولازم الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته لازم يركزوا مع الجمهور، ويشوفوا المشاكل اللي بتواجهها الجمهور، ويشوفوا الجمهور عايز ايه عشان يخش المدرج. احنا مجلس الإدارة بيبعد عن جماهيره هتبعد عنه وهيحصل مشاكل. لا احنا كلنا ورا كيان النادي الأهلي، مش ورا أشخاص. لازم انتوا تدعموا الجماهير اللي هي تخش وتشجع، عشان احنا لو الجماهير بعدت على المدرج النادي الأهلي هو اللي بينهار، وفي الآخر بتقول لي أنا مش قادر أعمل حاجة. لا بتقدر تعمل، تقدر تاخد وعود ماشي، وعود وتعتمد على نفسك. اللي أنا دول هيخش على مسؤوليتي، الجماهير دي هتخش على مسؤوليتي، مش هيحصل مشاكل، مش هيحصل تخريب، مش هيحصل غلط. ولازم تتكلم مع الجمهور، ولازم يتكلموا مع الجمهور. هي دي الفكرة اللي انت تقف ورا جماهيرك. مجلس الإدارة توسع وتبين حاجة لجمهورها، عشان في كلام اللي انتم بتعملوا مشاكل مع الجماهير، اللي انتم بتبيعوا الجماهير، اللي انتم ما بتقفوش ورا الجماهير. لا، لازم مجلس الإدارة يقف ورا الجماهير، ولازم يتسرع بخطابات لوزارة الداخلية، وزير الشباب والرياضة ورئيس الوزراء المباراة ماشي. ساعة الاستاد كاملة، خطاب رسمي لساعة الاستاد كاملة لوزارة الداخلية ووزير الشباب والرياضة يدعم الأهلي، وخطاب إلى رئيس الوزراء. ده يوم عيد، ده كلنا نبقى ورا الأهلي، كلنا الدعم. ولازم مجلس الإدارة يركز مع الجماهير، يشوف الجماهير ايه المشاكل اللي بتحصل لها. الأمن بيعمل معاهم ليه كده، ويقرب من الجماهير عشان الجماهير ما تبعدش عن النادي. احنا كلنا
كلنا ورا الكيان، كلنا بنحبوا الكيان، احنا بنحبوه مشجعين. انتوا بتحبوا وتخدموا الكيان، وانت عضو مجلس اداره بتشوف ايه المشاكل اللي في الكيان وبتحلها. احنا من المشاكل دي لازم تقفوا ورا الجماهير. ان شاء الله ان شاء الله الدعم كل الدعم، الدعم كل الدعم النادي الاهلي. وانا اتوقع حاجه من عند ربنا. اتوقع ده توقع ماشي. الاهلي هيغلب هنا 4-0. اشكركم، مبروك للنادي الاهلي التصدر الدوري، مبروك للعيبه، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.